سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكون صحتكم ممتازه كي تلحق لكم هذا الفيديو. صباح النور والسرور عليكم خواتاتي، وإلا راكم تشوفوا فيها مع العشيه نقول لكم مساء النور والسرور والخير والربح ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هذه الوصفه راهي باينه وشنو هذه، راهي شطيطها اللحم ما شاء الله، بنة العراس صدقوني الله يبارك شحال بنينة، بنة رمضان. الريحة تاعها من بعيد ما شاء الله. وكما راكم تشوفوا بالحميصة، والمرقة كما راكم تشوفوا خاطرة الله يبارك، واقفة على زيتها ورافقتها بالطبسي تاع بطاطا مقلية، وبيان سور نديروا معاها شلاضة غير خفيفة برك، يعني ما تكونش ميدمة هكذا بالمايونيز ولا شلاضة خفيفة، هذا ما كان. اليوم ان شاء الله نقدم لكم هذه الوصفة. كما راكم تشوفوا في كوكوت مدايرة الزيت، حطيت لي مورسو تاع اللحم كيما موالفين ساعات نطيبوا بالدجاج ومرات باللحم. حطيت لي مورسو تاع اللحم وحطيت الحميصه. هاد الوصفه حبيت نحطها لكم على خاطر شو قريب رمضان ان شاء الله. اللي تحب تشري مرسوات اللحم تجربها من قبل، اللي حبت تشري مرسوات اللحم تكونجليهم ان شاء الله لرمضان. دوك كل وحده ومقدورها. المهم هاد الوصفه بنينه بزاف بزاف، وانا دائما كل عام كل رمضان نبدا نهار الاولاني ديالي يعني في الدوزيام بلان نبداه باش تيطحى اللحم. كما قلت لكم درت الزيت، درت اللحم، حطيت الحميصه تاعي بريسك طايبه. رابيت حبه طوماطيش كبيره الله يبارك، رابيت معاها 4 سنات توم. كما راكم تشوفوا راني ندير في الملح. هنا عسوا روحكم في الملح، علاه باسكو هاد الماكله مانيش راح نمرقها بزاف وندير لها البطاطا باش تشرب الملح، لا هذه راح تجي خاطره وقليله برك. درت مغرفه تاع العكري، عكري حلو. الا تحبوا نتوما شطيطها تاع يعني هكذا تاع اللحم تجي حاره، ديروا العكري هذاك الحار. هنا على راس المغرفه حطيت غير شويه كمون، يعني كما قلت لكم على راس المغرفه. يعني علاه باسكو هذا يجي شويه ريحته شويه قاصحه، مع راهو جديد يعني الله يبارك ونشري من بلاصه يعني ما شاء الله الكمون. على راس المغرفه تاني نديروا شويه كرويه، وكيف كيف على راس المغرفه نديروا شويه قرفه. هاي ليك. نخلطوا كلش مع بعض ونخلوهم يتقلاو مليح، ومره على مره بيان سور نخلطوها. خليناهم يتقلاو، بعد ما تقلاو ديجا كي كانوا يتقلاو حطيت واحد الطرف تاع هنا ما صورتوش، واحد الطرف تاع فلفل حلو بصح يجي هذاك الاحمر. وإلا عندكم كونجلين هذوك لي كوب تاع الفلفل الاحمر هذوك ديروا طريف دركا يعني مع اللحم كي يكون يتقلى. ماشي نقدر نقول لكم مرقت بصح ماشي بزاف كيما شفتوا اللحم وراه باين من الفوق. حطيت مورفه تاع طوماطيش تاع البايط، يعني طوماطيش العلب، وكما راكم تشوفوا راني نخلط منيح. اكو تعرفوا تقليه هنايا يعني ماشي مرقت بزاف، حطيت بك شويه ما يتجمر هكذاك معاهم يعطي بنا ما شاء الله من بعد الماكله. بون تسمحوا لي على هاد لا فابور هذه، يعني هاد شغل الضباب في الكاميرا هذه من الطياب، فهمتوا يعني ماشي مام هذه تسمحوا لي عليها. المهم انا خليت لكم هاد الخطوات باش تشوفوهم. هاي ليك باش تشوفوا كيفاش، هاولي كيفاش مرقت علاش لو كان الدجاج نمرق اقل من هكذا، زعما فشطيت حاجه بصح اللحم ياخذ شويه وقت في الطياب. صافي مرقت قسمه يتغطى اللحم، يعني قريب يتغطى اللحم. خلطنا هذيك الخلطه الاولى سي بون، تخلط كلش مع بعض نديروه نغلقوا لا كوكوت 15 دقيقه باسكو هذا اللحم الغنمي. شوفوا كيفاش جات 15 يعني حتى 17 دقيقه. شوفوا الماكله كيفاش جات خاطره. وقفت على زيتها يعني الليدة نتاعها وقف، الحميصه طايبه زبده، اللحم طايب زبده، رافقته بشويه بطاطا مقليه. واش نقول لكم
ان شاء الله. على بالي تقولوا بالك مازال الحال على الوصفات تاع رمضان. معليش، هذه وصفة تاع عراس تاع رمضان، خبوا هاد الوصفة في عينيكم ودايما ديروا بها. صدقوني بنينة بزاف. ما تنساوش تابوني في القناة وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. وتاني ديروا يعني تبارتاجيو لا فيديو باش تعمل فائدة، لعل وعسى كاش واحد اخرين هكذا يحبوا يديروها سورتو في رمضان. ما تنساوش بالدعاء وسلام.